تعالوا بقى أما اوريكم حاجه. البوكس دوت او الكرتونه دي عندي بقى لها يمكن اسبوع، تمام. ديت الحافظه بتاعه الركنه، اميره بعتتها لي، هعمل لكم دلوقتي عنها ريفيو، وكمان شغلها جميل جدا جدا والله العظيم. انا لسه فرشتها طبعا وخلصت، انتوا هتشوفوا كل حاجه بنفسكم دلوقتي. المهم هي مكلماني بقى لها يمكن تقريبا 9 شهور 8 شهور، وعماله بتقول لي ياسمين خدي المقاسات بتاعه الركنه. شايفين الورق اللي انا بطلعه من الحتت دي؟ هقول لكم دلوقتي القصه، بس استنى. عماله بتقول لي ايه، ياسمين خدي المقاسات بتاعه الركنه عشان اعمل لك كفر للركنه. وانا بقى ايه، بنفض مره اقول لها اصلا مش عارفه اخد المقاسات. انا فعلا انا كنت متجاهله الموضوع بسبب ان انا مش هعرف اخد المقاسات. طب انا هاخد المقاسات اللي هي الحته بتاعه الرجل اللي من تحت دي، ولا الظهريه من قدام، ولا الظهريه من ورا، ولا الجنب، ولا المسند، ولا الحته الزاويه اللي جنب الشباك دي، ولا الحته الاخيره ديت اللي طالع منها حته مش فاهمه لها قصتها؟ يعني انا هحتاس، يعني مش هعرف. جت كلمتني تاني بعدها بكام شهر، قالت لي ياسمين مش هتاخدي المقاسات بتاعه الركنه وكده. فرحت عملت ايه بقى، والله العظيم استنى عشان انا فخوره بنفسي. رحت اخدت بقى ايه، صورت، اخدت بقى، قالت لي انت خدي بس المقاس، شاورت لي هي يعني اللي هو ايه، علمت لي على الاماكن. قالت لي خدي المقاس اللي هو كده بالعرض، الظهريه بس. عارفين الظهريه اللي ورا الظهريه، خدي مقاس الظهريه كده كام سنتي، وخدي مقاس الظهريه من هنا كام سنتي، ومن يمين 5 بس، ولا طول ولا جناب ولا حاجه خالص، هو الظهريه بس. كنت باخد بقى مقاس الظهريه. الظهريه مثلا ديت مثلا 95 سم، والثانيه متر، الثانيه 85، واحده 35، وهكذا. صورت لها بقى الركنه كلها. هسيب لكم الصوره على الشاشه، يا رب الاقي لكم الصوره عشان عايزه اقول لكم كل حاجه اتمسحت من على الواتساب. آم، آم، صورت بقى الركنه صورت الركنه صوره، ورحت ماسكه بقى، رحت كاتبه على القطعه اللي قاعده عليها دليده دي كام سنتي، يعني مثلا لو يكن يعني 85 سنتي. واللي انا ماسكاها دي رحت كاتبه على الظهريه من هنا مثلا 75، وعلى الجنب اللي من هناك دوت 45. ورحت ايه مظبطه لها الدنيا. قالت لي انت اول واحده اتعامل معاها وتكتب مقاسات مظبوطه وتعمل الشكل اللي انت عملتيه. يعني صورت لها الركنه ورحت حاطه المقاسات على الحته بتاعت الركنه. انتوا فاهمين قصدي ازاي؟ يعني في جوه الصوره كده رحت حاطه المقاس كام سنتي في مربع ابيض كده، وعملت مونتاج للصوره وبعت لها الصوره. شافت الصوره قالت لي ده انت سهلتي لي الموضوع خالص، ويعني تكون معاها هتفصل، يعني يكون معاها الموضوع ايه سهل، عشان هي مش من هنا من القاهره. بس بقى اللي هو قالت لي اختاري بقى لون، فانا اخترت اللون الجري. ليه بقى انا اخترت اللون الجري؟ علشان خاطر انا الركنه بتاعتي لونها هافان، انا عايزه اخرج بقى من اللون البنيات وهكذا، عايزه اعمل تغيير. قالت لي طب ايه رايك في اللون البيج؟ قلت لها لا اعملي لي الجري عشان احس بتغيير، يعني وكده كده الركنه من الوانات الهافان وكده، فنحس بتغيير. آم، انا عايزه اقول لكم عندها كذا لون، عندها اللون الجنزاري، وعندها اللون البيج، واللون العسلي، واللون الاوف وايت، واللون النبيتي، وتقريبا عندها كل الالوانات الترندي موجوده عندها. فحلاوه اصلا حلاوه الموضوع انك انت ممكن تكوني وانت قاعده في بيتك تاخدي المقاس زي ما انا بقول لك كده بالظبط، وتصوريه وتبعتيه لها على الواتساب. هتجيلك الحاجه الكرتونه لحد عندك بمخداتها، ولا هتعولي هم تفصيل، ولا هم ان انت تروحي تشتري قماش، ولا هم ان انت تروحي تقعدي جنب الترزي ويتاخر عليكي. والله استنوا انا هظبطها دلوقتي وهخليها زي الفل. كمان عايزه اقول لكم اللي هي الخامه بتاعتها، والله العظيم انا ناسيه الخامه بتاعتها، كانت قايله لي على الواتساب بس عمال بدخل بقول لكم كل حاجه اتمسحت. آه، الخامه بتاعتها عارفين انتوا اللطيفه التخين دوت التقيل اللي هو المضلع، هو كرهات مربعات كده بس نفس الدرجه، مالكمش دعوه بالكائن اللي بيلعب دوت، ماشي. هي مربعات كده لطيفه وتخينه جدا وجميله وبتدفي كده وانت قاعده عليها، وفي نفس الوقت تتحمل الاولاد، واللي هو انت هتقعدي بقى عليها كده وانت براحتك، العبوا براحتكم، مش خايفه انت على الركنه تتبهدل، ولا خايفه اصلا على القماش تخلعيه تغسليه بتاع الركنه ما تعرفي تركبيه تاني. لا ده ديت علشان خاطر هي مطاط، يعني بتاخد وتدي معاكي كده، يعني كويسه. رمضان داخل علينا، اعملي اي تغيير قبل رمضان واغسلي الركنه بتاعتك، وهاتي كسوه جميله زي كده تقضي بيها شهر رمضان كله، وتيجي على العيد بقى تخلعي الكسوه بتاعتك وتخليها بقى بايه، بلون الركنه اللي انت عاملاه مثلا، ولا مثلا اغسليها وارجعي ركبيها تاني على العيد. تعمل اي جو كده تغيير بابسط الاشياء وباقل التكاليف، ومن غير ما انت ما تضيعي وقتك، من غير ما انت ما تنزلي وتضيعي يومك كله، ولا تروحي عند الترزي زي ما قلت لك، ولا تروحي عند بتاع القماش ويقول لك لا المتر بكذا والمتر بكذا. لا تكلمي اميره على طول، هسيب لك الروابط بتاعتها فاول تعليم مثبت، ادخلي واستفسري منها، هسيب لك رقم الواتساب واسيب لك رقم الصفحه بتاعتها. وكمان عندها قناه بتعرض عليها الحاجات دي، يعني التفصيل والالوانات، وازاي بتقول لك مثلا تاخدي المقاسات، وازاي بتقول لك كذا. هسيب لك بقى كل حاجه فاول تعليم مثبت وفي صندوق الوصف، ماشي. تكتبوا لها ان انتوا جايين من عندي ياسمين شاهين. عايزاكم كمان تكتبوا لي ايه رايكم في اللون. يعني انا عرفت اختار ولا ايه؟ ايه رايكم في اللون؟ انا من ساعه لما عملت الركنه دي والله العظيم ولا مره فكيت الشلت وغسلتها، هي زي ما هي، ما غسلتهاش خالص ولا مره. ليه بقى؟ عايزه اقول لكم بيني وبينكم كده بخاف افك السوسته، اغسل القماش، ارجع اجي اركبه تاني الاقيه كش، مش بعرف اركبه من السفنج، بحس ان الدنيا باظت معايا خالص. مين اللي بيحصل معايا كده؟ فانا بقول لا خليني محترمه نفسي كده، وهي اصلا مش يعني مش اللي هو، لا مش اللي هو الى حد ما يعني كويسه، مش اللي هو وسخه خالص يعني، لا كويسه شويه. وكمان بخاف احسن اجي ادخل يعني القماش ما بيرضاش، بيكون القماشه بتاعتها صغرت من الغساله. مهم.
عايزه بقى ارجع بقى اقول لكم حاجه تاني. شفتوا في اول لما كنت بوريكم القماش كده وانا مطلعاه من الكرتونه، الكسوه الحافظه بتاعه الركنه وانا مطلعاها من الكرتونه، كانت لفالي كل قطعه في ورقه، الورقه دي مكتوبه عليها اللي هي ايه، القطعه الاولى على ايدك اليمين اللي هي اللي عليها العروسه بتاع داليدا دي على ايدي اليمين، القطعه الثانيه اللي من غير مساند، كاتبه غير مفيش مسند، مفيش مساند او من غير مساند، فاهمين ازاي؟ القطعه الثانيه الزاويه اللي انا قاعده عليها ديت اللي هي الزاويه اللي هي واخده من الحيطه دي واخده من الحيطه دي، وكاتبه القطعه الثانيه اللي هي بتاعه المسند اللي هي ما انا مش فاكره هي كاتبه ايه بالظبط، بس بقول لكم والله العظيم كله ولفالي بقى ايه كل قطعه في الورقه بتاعتها، بحيث ان انا اجي افرش او احط الركنه، احط الحافظه، ولا اغلب ولا احتار. هو ما كان معاكم في الفيديو لبستها في الفيديو معاكم ولا عملت قط ولا اي حاجه ولا حد ساعدني، انا كل مره لا بحتاس فعلا بحتاس، لكن المره دي الحمد لله يعني كل حاجه بتكون سهله، الحاجه اللي بخاف منها ما بيجيش احسن منها. عامله لي بقى مخدات كتيره بصراحه، عامله لي 2 جري من نفس لون القماش، القماش دوت ليه اسم والله نسيت اسمه، بس هو ليه اسم كده قوي. وكمان عايزه اقول لكم اللون بتاعه اللي هو العسلي او اللون الاوف وايت بتاعه حكايه والله العظيم من غير كلام، تحفه 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 اللون العسلي بتاعه، بس انا حبيت ان انا اكون في تغيير لان انا عندي يعني اللي هو الهافون، وكنت عامله قبل كده اوف وايت. بصوا بقى المخدات اللي هي بعتها لي 2 جري و2 نبيتي و2 داخل لهم لون بينك و2 جري، 2 جري اللي هم الساده اللي هو بنفس لون اللي هو بنفس القماشه بتاعه الحافظه، فانا بقى ايه استبعدت الاثنين النبيتي والاثنين اللي هم الجري اللي هم مش نفس الدرجه بتاعه الحافظه، هي عاملاهم هديه اصلا، يعني عامله المخدات ديت كتير كتير يعني فاهمين ازاي، اللي هو انا اختار منهم مكتره لي الهديه، فانا اخترت بقى ايه اللي الحته اللي فيها بينك دي، حسيت ان هي فتحت الدنيا شويه، وانتوا برضه اكتبوا لي في الكومنتات، واخترت الاثنين اللي هم بنفس لون الحافظه. جبت سجاده جديده بقى، دي حافظه سجاده دي انا اشتريتها بقى ب 700 جنيه، في حد فتح عندي على الشارع كده فاشتريت منه الحافظه دي، انا مش عارفه لها ملامح، انا مش عارفه لونها ايه بصراحه، انا مش عارفه لونها سيموني، لونها عايزاكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات بصراحه، يعني بصراحه في اختلاف ولا ما والله فيش؟ عارفين اللي هو داخل عينيكي شايفه كل الالوان واميره مش عارفه ايه، بس حسيت ان هي مقاربه مع المخدات اللي انا حطيتها دي على اللون البينك دوت، بس هي مش بينك بس مقاربه، ديت بقى اكتر ستاره حسيت ان هي ماشيه مع الموضوع ومهديه الدنيا شويه وساده. التل لونها اوف وايت عشان بس تعمل ماتشنج كده مع الحيطان، مع ان الحيطان مش اوف وايت بس تعمل ماتشنج كده مع الدنيا، لان كل الستاير اللي عندي واحده لونها رصاصي في ابيض مخططه كده بالعرض، فالموضوع كله ما فيهوش ابيض، فانا رحت استبعدتها عشان فيها يمكن 3 الوان، رصاصي فاتح ورصاصي غامق ولون ابيض، جبت اللي هي دي الساده وحطيتها، جبت بقى السجاده اللي هي قدام الحمام دي قدام الغساله، كنت غسلاها وكنت نشراها وفرشتها كده زي ما انتم شايفين. نفتح بقى التلفزيون، ايوه عايزه اقول لكم انا من ساعه لما صلحته من الصبح وانا فاتحه على القران، اول حاجه فتحته على القران، فدلوقتي داخله عشان بفتحه تاني على القران اهو، لقيت ان انا حذفت اليوتيوب خالص، طلعت منه وعمال بدخل على اليوتيوب عشان ابحث على قناه القران تاني، ما لقيتهاش، رحت قلت طب خلاص اشغل بقى ايه حاجه جديده كده، لقيتها فرحانه بالموضوع، انا عايزه اوريكم بس الاجواء والدنيا عامله ازاي. ايه رايكم؟ تدوني كام من 10؟ ادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.